اهلا بيكم في قناة اكلات ومخبوزات. وصفة النهاردة وصفة جميلة وتقريبا كلنا بنستناها من السنة للسنة، وهي طريقة عمل القطايف. بس من بعد ما هنتعلم نعملها في البيت اكيد هناكلها في اي وقت احنا عايزينه. القطايف البيت الجميلة مفيش اسهل من كده، مكوناتها بسيطة وطريقتها سهلة جدا. يلا نشوف المقادير والطريقة. المقادير: 3 كوبايات دقيق، 3 معالق سميد البسبوسة او دقيق البسبوسة، نص معلقة بيكنج باودر، ذرة ملح، معلقة صغيرة خميرة، معلقتين سكر، و3 كوبايات ونص مية. اول حاجة هنعملها هنضيف كل المكونات الجافة على بعض ونقلبهم كويس قوي. اهم حاجة نخلي الخليط يندمج مع بعضه زي ما احنا شايفين كده. احنا هنا هنستخدم الخلاط. هنضيف اول حاجة 3 كوبايات مية، النص التاني هنسيبه، هنقول هنستخدمه امتى. الدقيق مش هضيفه كله مرة واحدة، هضيفه على مرحلتين او 3 علشان ما يبقاش تقيل على الخلاط. ابتدي اضيف جزء كمان علشان ما يبقاش زي ما قلنا ما يبقاش تقيل قوي على الخلاط. مهم قوي ان احنا نقلبه ونتأكد ان المكونات كلها بتختلط مع بعض. هضيف النص الكوباية الباقية، انا ضفت 3 كوبايات في الاول وده النص الباقي، واتأكد ان دي بيختلط كله عشان ما الاقيش فيه كلاكيع. احنا هنا استخدمنا الخلاط علشان عايزين العجينة تبقى ناعمة جدا، ودي اللي هتدينا نتيجة حلوة. احنا ممكن نعملها بالمضرب الكهرباء لو متاح، وممكن برضو تنفع بالمضرب اليدوي، بس مش هتديني نفس النتيجة. الخلاط بيطلعها عجينة ناعمة قوي. مهم قوي كل شوية اقلب فيه واتأكد اني وصل للنتيجة اللي انا عايزاها ولا لا. هو هياخد تقريبا استخدام الخلاط بيه 3 دقايق، من 3 دقايق ل4 دقايق، مش هيزيد عن كده. وفي الاخر هيديني النتيجة اللي انا عايزاها. شايفين شكل العجينة؟ كده نحتاج نضربها كمان شوية. بس هي كده مفيش اي دقيق او اي مكونات تانية، كل الخليط اندمج مع بعضه. هو كده تقريبا خلص زي ما احنا شايفين. الفقاقيع دي بتدل انها اتضربت كويس قوي، والعجينة خلاص كده مش محتاجة حاجة تاني. اكون مجهزة بولة واكون منشفاها كويس قوي، يعني مخليش فيها مية. محدش يتخض ان الخليط يقول ده طري قوي او خفيف قوي. لا يا جماعة، سميد البسبوسة بياخد وقت لما يشرب من المية، وهنشوف احنا هنريحه بس 10 دقايق وهنشوف الخليط ابتدى يتقل.
احنا سيبناها ريحت 10 دقايق. احنا مش هنريحها اكتر من 10 دقايق. شايفين الخليط تقل ازاي؟ لان السميد لما بيشرب من المية بيتقل العجينة عن ما كانت. انا هنا جبت طاسة الكريب او اي طاسة متاحة بالنسبة لها، بس نتأكد انها مش هتلزق. ممكن نستخدم معلقة كبيرة او كبشة، بس انا هنا طلعت اللبان اللي بيبقى مع الطقم الصيني واستخدمته، كان مسهل معايا قوي. لو انا مش متاح بالنسبة لي اللبان او انا خايفة ان انا اخرجها من النيش، استخدم معلقة او كبشة صغيرة، مفيش اي مشكلة. شايفين القطايف هي بتستوي؟ احنا مش هنسيب القطايف لما تستوي زي العيش، لا احنا عايزين وشها يبقى طري، علشان لما نيجي نقفلها على الحشو اللي احنا هنحشيها تلزق معانا بسهولة، زي الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا. شايفين قعرها جميل ازاي؟ ولا دهناها زيت ولا اي حاجة. انا هنا بحب اعمل الحجم الكبير، طبعا دي حسب رغبتكم. في اللي بيحب يعمله الصغير اللي هو العصافيري. شايفين شكل العجينة؟ لا هي طرية قوي ولا تقيلة قوي. لو خدنا بالنا احنا وبندلقها هنلاقيها عملت فتحات كده او فرقعات، ده لان العجينة مضروبة كويس قوي وعجينتها مظبوطة. كل الخرام اللي شايفينها في القطايف، الناس اللي اول مرة تشوفها، ده دليل انها ناجحة 100%. شايفين انا وبقفلها عاملة ازاي؟ لاني انا مش بخليها تستوي، انا بطلع وشها طري. وشايفين قعرها عامل ازاي؟ احنا كده هنبتدي نحشيها، وده حسب المتوفر عندي في البيت. عندي جوز هند، مكسرات، سوداني، زبيب، اي حاجة متاحة. انا مش هعمله كله، مش هحشيه كله، هحشي جزء وهنشوف الجزء التاني هنعمل بيه ايه. شايفين بتقفل معايا بسهولة ازاي؟ الخطوة المهمة بعد التسوية ان انا اشتغل فيه على طول، ما سيبهوش فترة يتعرض للهواء، ولا اني احطه في التلاجة لاني مش هيقفل معايا. انا من الناس اللي بتعشق جوز الهند، فهتلاقوني مهما حطيت اي حشو بحط معاه جوز هند. انا بعد ما اخلص الكمية اللي انا هحشيها هقليها في زيت يكون غزير قوي ويكون سخن قوي، علشان من بره يطلع مقرمش وناشف ومن جوه طري. انا بعد ما قليته حطيت عليه سيرم. الجزء اللي انا ما قليتوش انا هبتدي احشيه بالكريم شانتيه. وبعد كده لو عندي فستق ممكن اغمسها فيها، فستق يكون مجروش، شوكولاتة سهلة الفرد، مفيش مشكلة، اي حشو متاح عندي. يعني لو متاح عندي كاستر، كريم شانتيه، يعني مش شرط اللي احنا شايفينه قدامنا. بس الصراحة هي كانت اخف بكتير من اللي انا قليته، لان ده بنقليه بزيت وبعد كده بنحط عليه الشربات، فبنحسها تقيلة شوية. الاولاد عندي اتبسطوا بيها قوي.
شايفين ناشفة من بره وطرية جدا من جوه. اتمنى تكون الوصفة سهلة وعجبتكم، وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. وما تنسوش تعملوا دعم للصفحة بلايك وشير وسبسكرايب.